الفيديو بتاع النهارده هتكلم فيه عن مقاسات النضارة وازاي تختار النضارة الشمسية او نضارة النظر، خصوصا لو كنت بتشتري النضارة بتاعتك اونلاين او حتى لو رايح محل. فلازم تبقى عارف ان النضارة بتيجي بمقاسات معينة مش بالبركة كده وخلاص. يعني لو انت رايح تشتري من محل فانت بطبيعة الحال هتقف قدام المراية وتقيس النضارة وتشوف النضارة المناسبة لوشك. لكن هنفترض ان انت دلوقتي حابب تشتري نضارة اونلاين من اي صفحة من صفحات الفيس او موقع الكتروني او تطبيق وهكذا. هتعرف مقاسات النضاره بتاعتك ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، ولذلك حبيت اعمل فيديو كامل عن الموضوع ده بالتحديد، لان في اكتر من حد من المتابعين اللي شافوا الفيديو اللي اتكلمت فيه عن مراجعه النضاره الريبان الافيتور جي 15 دي، وسالوني طيب انا لو عايز دلوقتي اشتري اونلاين هشتري ازاي؟ والمعلومه دي طبعا اللي عارفها خلاص فهو عنده علم بيها، خصوصا للناس اللي بتحب النضارات وعندها احتكاك بالنضارات وكده. لكن الناس اللي اول مره تقني نضاره او يلبس نضاره شمس او حابب ان هو يتعود على لبسها، فهيكون عنده صعوبة شوية في حتة الاختيار اونلاين، لان في العادة في ناس كتير، وانا واحد برضو من الناس اللي مر بالتجربة دي زمان قبل كده من فترة طويلة. اشتريت نظارة واكتشفت ان الدراع بتاعها قصير على وشي، يعني مش راكبة كويس على وداني، تمام، سواء الدراع اليمين او الدراع الشمال.